قام نادي الزمالك بقيد اللاعب الفلسطيني عمر فرج مهاجم الفريق العائد من الإعارة في القائمة الأولى للموسم، وذلك حسم مصير عمر فرج سواء بالاستمرار مع الفريق للموسم المقبل أو البحث عن طريقة لتسويقه، وإن كان الاتجاه الثاني الأقرب. عمر فرج لا يزال مرتبطاً بعقد مع الزمالك لمدة 3 مواسم قادمة، وتمت إعارته إلى ديغر فروس السويدي خلال يناير الماضي، بينما لم يقوم الزمالك بقيد اللاعب التونسي حمزة المثلوثي في ظل نهاية عقده مع الفريق وعدم تواجد نية لتجديد هذا العقد، حيث لا يزال اللاعب يعالج من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها في يناير الماضي، وتم رفعه من القائمة وقتها. محاولات الزمالك التعاقد مع عمرو ناصر مهاجم فريق نادي فاركو. ثنائي فريق نادي فاركو الهجومي ارتبط اسمهما الفترات الأخيرة بإمكانية الانتقال إلى الزمالك لتدعيم خط الهجوم، بداية من موسم الانتقالات الصيفية الحالية. حامد وجدي من خلال تصريحات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتب قائلاً: عمرو ناصر مهاجم فاركو أبلغ أكثر من لاعب في الفريق أنه أنهي اتفاقه مع نادي الزمالك ويتبقي اتفاق الناديين. وتابع: للعلم عمرو ناصر كان يحصل في فاركو على ما يقرب من 900 ألف جنيه في الموسم. أكدت تقارير إعلامية أن الزمالك بات الخيار الأقرب للاعب عبد الله السعيد لاعب الفريق للاستمرار وتجديد عقده، وذلك في ظل عدم العثور على الأندية المناسبة الاستثمارية التي من الممكن أن تدفع له مستحقات مالية كبيرة تناسب ما يريده اللاعب من الزمالك، وبالتالي بات اللاعب منفتح على التجديد مع الزمالك لموسم إضافي بمبلغ قريب من المبلغ الذي يريد النادي دفعه للاعب مقابل التجديد، حيث يبدو وأن اللاعب كان يأمل في وصول عرض مالي كبير من ناد استثماري يقرر ضم اللاعب ولو على سبيل الدعاية والتسويق. ويترقب اللاعب جلسة حسم تجديده مع الزمالك خلال الساعات القادمة مع مسؤول النادي، وعلى رأسهم جون إدوارد المدير الرياضي للفريق. اللاعب أيضاً لا يمانع في التجديد للزمالك لموسم إضافي آخر، ربما كان يترقب عرضاً مالي أكبر، ولكنه يرحب أيضاً بالاستمرار في صفوف الفريق. يضع مجلس إدارة النادي برئاسه حسين لبيب الرتوش الأخيرة على التعاقد مع محمد الشريف مهاجم الفريق الأول الكروي في الأهلي سابقاً، حيث يضع جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك الرتوش الأخيرة على تلك الصفقة، حيث دخل بالساعات